السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين والله. عارفين انتوا الريلمي سي 53 اللي باع مليون جهاز وحقق مبيعات رهيبه جدا؟ انا النهارده جايب لك الابجريد بتاعه وهو الريلمي سي 63. موبايل مميز جدا في فئه سعريه مميزه وهي فئه ال 5500 6000 بالكتير، والحقيقه الموبايلات هنا بتبيع كويس جدا. ريلمي سي 63 فيه ميزتين ثلاثه مش هتلاقيهم في الفئه السعريه دي خالص غير هنا. ريلمي علت الطموح جامد، ولكن من غير كلام كتير خلونا نبدا. اول حاجه خلونا نتكلم عن التصميم. اول حاجه هتلفت نظرك في التصميم هي الكاميرات اللي بتيجي بشكل كبير جدا شبه كاميرات الايفون، وده بيديك كده نوع من انواع الفخامه والثقه بالنفس وانت ماسك موبايل اقتصادي، مع الحلقات الدائريه كده اللي جايه حوالين الكاميرات مع البوكس اللي محطوطه فيه حاجه كده في منتهى الفخامه. تاني حاجه اللون الاخضر اللي معايا اللي فيه تمويجه وتجزيعه كده زي الخشب، تحس ان فيه جليتر كده من جوه. والجميل برضه اللي عجبني ان الموبايل ده مهما كان ما بيبصمش او ما بيبانش فيه تبصير. وفي لون تاني جلد مصنوع بقى من الايه، من الطبيعه ومن النباتات والكلام ده كله، حاجه روشه جدا جدا برضه. مش بس الكاميرات هي اللي بتديك فخامه الايفون، كمان الحواف البوكسي اللي ريلمي الحقيقه معودانا ان هي بتحط لنا التصميمات الفخمه دي من ارخص موبايل لاغلى موبايل. واهم ميزه الحواف البوكسي ان انت ممكن توقف الموبايل كده ومش هيقول لك لا، او ممكن بالجنب كده لو انت ما عندكش هولدر وعايز تتفرج على حاجه. وبالاضافه كمان لكورنرات دائريه عشان تديك ماسكه مريحه في الاطراف. من تحت عندك السماعات على اليمين في المكان المميز عشان تكتمش صوت وانت بتلعب وتتفرج. عندك منفذ سي، عندك مايك، عندك 3.5 ملم عشان لو حبيت تشتري سماعه سلك وما تلجاش للسماعه البلوتوث عشان طبعا اسعارها بتكون غاليه، وفي الفئه دي الناس بتكون عايزه تقضي الغرض. عندك كمان بصمه في زرار باور. غالبا في الفئه دي البصمه ما تكونش سريعه، الا انها هنا سريعه جدا جدا بالنسبه للموبايلات اللي بتنزل في نفس الفئه، والحقيقه ادتني تجربه مميزه جدا. زرار الباور ده مش مقتصر على الاون والاوف والبصمه بس، ريلمي عامله لك فيه ميزه محترمه جدا اسمها الدايناميك بوتون. لو خبطت عليه خبطتين كده تقدر تغير السايلنت اون او السايلنت اوف، تعمل موبايلك سايلنت او تلغي السايلنت. ولو ضغطت عليه ضغطتين بسرعه هيفتح لك الكاميرا. اما لو عملت سوايب لتحت او سوايب لفوق هتقدر تعلي وتوطي الصوت. ولو ضغطت عليه ضغطه مطوله هيطلع لك المساعد الصوتي. على الناحيه الثانيه هتلاقي درج شرايح ثلاثي، ودي من المميزات اللي انا بحبها جدا. هتقدر تركب الشريحتين بتوعك مع كارت الميموري كمان. ومن مميزات التصميم كمان الموبايل ده يمكن ارخص موبايل بيقدم لك تجربه معيار اي بي 54 والمقاوم كليا لرذاذ الماء والغبار. اما صاحبي لو عايز بقى تشوف فيلم اكشن عن اختبارات تعذيب وتحمل هذا الموبايل تقدر ترجع على المنصات التانية. زي ما انت عارف الاكشن كله والرعب هناك. دوست عليه بالعربيه وغرقته بالميه وحطيته في، عذبت الموبايل بمعنى الكلمه. يلا روح اتفرج وانا مستنيك على المنصات التانية وقول لي ان انت جاي من الفيديو ده. شاشه الريلمي سي 63 بتيجي عملاقه بحجم 6.75 بوصه، وبتيجي كمان 90 هرتز معدل تحديث، ودي من المميزات الرائعه في فئه ال 5500 جنيه. ويمكن كمان بتيجي باصغر حواف ممكن تشوفها في الفئه دي، وبتيجي بتصميم الديو دروب نوتش. وكعاده الفئه الاقتصاديه الشاشه بتيجي بدقه الاتش دي بلس، وطبعا الشاشه هنا من نوع اي بي اس ال سي دي، وبتيجي بسطوع بيوصل لحد 560 شمعه. انا في الاضاءه القويه في اضاءه الاستوديو ببقى شايف بوضوح جدا، وانا كمان مش معلي الاضاءه على الاخر. وانت ماشي في الشارع بالنهار برضو هتبقى شايف الاضاءه مش اعلى حاجه، بس انت هتبقى شايف ومش متضايق. شاشه هنا كالوان وكمشاهده محتوى عموما حاجه رايقه جدا. الحجم الكبير في الفئه الاقتصاديه دي بيكون مناسب جدا. الناس معظمها بتحب تتفرج على الموبايل، وكمان الناس اللي بتحب الالعاب هتلعب برضو وتستمتع بهذه الشاشه الكبيره في هذه الفئه السعريه. لو رحنا على اداء السي 63 فهنلاقيه جايب المعالج الاقتصادي اليونيسوك تي 612 بدقه تصنيع 12 نانومتر، والموبايل متوفر في مصر بنسختين، نسخه 6 رام مع 128 جيجا او نسخه 8 رام مع 256 جيجا، وهقول لك الاسعار في اخر الفيديو. اما النسخه اللي بجربها دي فبتيجي 8 رام مع 128 جيجا ذاكره تخزين، والرامات كمان بتقدر تزودها على حسب النسخه اللي مشتريها، يا 6 جيجا يا 8 جيجا عن طريق خاصيه الرام اكسبانشن. على مستوى المهام الخفيفه فلازم اقول لك قبلها ان الموبايل بيطلع من علبته بواجهه ريلمي الاحدث الريلمي يو اي 5 والمبنيه على اندرويد 14 وهو الاحدث برضه. دايما مشكله الناس في الفئه الاقتصاديه دايما بتكتب لي انا بجيب موبايل فئه اقتصاديه وبيلاج معايا مع الوقت. يعني ايه بيلاج؟ يعني بيقطع، الاداء تقيل، مش واخد راحته كده، تحس الموبايل متكتف. ريلمي من كتر ما هي واثقه في واجهتها، ودي حاجه بتعجبني جدا، ان انت لما بتدفع 6000 او 5000 جنيه في موبايل من ريلمي انت واخد اداء سلس زيك زي اللي دافع 10 12000 جنيه عادي جدا. وده هي بتضمنه لك وبتقول لك ان انت تفضل تستخدم موبايلي 4 سنين من غير لاج تماما. انا عن نفسي من تجربتي المطوله لموبايلات ريلمي، انت زي ما بتشتري الموبايل النهارده زي بعد شهر زي بعد سنه. الواجهه سلسه ومع 90 هرتز كمان بتطير، ومعاك كمان احتفاظ بالتطبيقات في الخلفيه محترم جدا. ومن المميزات المهمه اللي بتسال عليها ميزه الايماءات الهوائيه او الاير جيستشرز، وبرده ريلمي حطها لك هنا في موبايل فئه اقتصاديه. الناس اللي بتحب بقى تلعب ببجي فانت هتروح على الاعدادات المتوسطه وهتاخد 30 فريم مستقرين جدا. لو رحنا على تجربه التصوير بالريلمي سي 63 فهتلاقي عندك كاميرا ثنائيه ورا، الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل اف 1.8 والثانيه 2 ميجا بكسل لعمل او للمساعده
في عمل العزل. ولما تلاقي مكتوب على الكاميرات AI كاميرا زي اللي مكتوبه على ريلمي سي 63 اعرف ان انت هتاخد تجربه تصوير مميزه جدا، لان ريلمي شاطره جدا في معالجه الصور بالسوفت وير، ودي حاجه ما بلاقيهاش في شركه ثانيه. ده هيبان عندك بقى في الدايناميك رينج وفي تفاصيل الصوره اللي انت بتاخدها، وكل حاجه متعالجه بذكاء شديد جدا ومديك افضل نتيجه ممكنه سواء الصبح او بالليل. اما الكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0 زيها زي اي عدسه كاميرا اقتصاديه بالنهار او في اي اضاءه قويه زي اضاءه الاستوديو هتاخد نتيجه مرضيه وهترضيك. اما لو كانت الاضاءه الليليه الضعيفه فانت هتاخد صور الى حد ما مش مرضيه قوي، وهي بتيجي على حساب التفاصيل بشكل كبير جدا عشان تعالج النويز. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرا الخلفيه لحد 1080p 30 اطار في الثانيه، اما بالكاميرا الاماميه فبيصور لحد 720p 30 اطار في الثانيه. الموبايل بيدعم البلوتوث اصدار 5.0 مع دعمه لل 3.5 ملم، مع دعمه للجيروسكوب سنسور. مستشعر المكالمات هنا هاردوير ما بيغلطش، دقيق جدا. السماعه بتيجي مونو، ما عندكش NFC. من اقوى المميزات في الريلمي سي 63 هي البطاريه ونظام الشحن. بطاريه عملاقه بمعنى الكلمه، بتيجي بحجم 5000 ملي امبير، ولما اقول لك بمعنى الكلمه فانت لو استخدامك 6 7 ساعات في اليوم البطاريه دي ممكن تكمل معاك 3 ايام متواصلين بشحنه واحده. وده من ارخص الموبايلات اللي بيدعم الشحن السريع بقدره 45 واط. اعتى المنافسين في هذه الفئه بيجي بشحن 33 واط. هنا ريلمي علت الطموح جامد وحطت لك شاحن سريع في العلبه 45 واط بيشحن الموبايل في ساعه و10 دقائق، وده اللي مش موجود في هذه الفئه السعريه. زي ما قلت لك ده افضل موبايل تشتريه في فئه ال 5000 6000 جنيه، حاجه حلوه جدا. الموبايل متوفر في مصر بنسختين، نسخه ال 628 ودي بتتباع على حسب من 5.5 ل 6، ونسخه ال 8 256 ودي برضه هتلاقيها في رينج 6.5 7. لو الفيديو عجبك ما تنساش تكتب لي ده في كومنت، لو انا نسيت حاجه برضه سيبها لي في كومنت. لايك كلمتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، حاجات بتساعدني جدا جدا. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.